كتب الدكتور فاروق القاسم العالم الجيولوجي العراقي الأصل النرويجي الجنسية مقالا بعنوان استثمار العقول، فقال: لا تحدثني عن ثروة أي بلد وأهله مشحونين بالحقد والعنصرية والمذهبية والجهل والحروب. نيجيريا من أكثر دول العالم غنى بالثروات والمعادن، ومن أكبر دول العالم المصدرة للبترول، ولكن انظر إلى حالها ووضعها، والسبب أن الإنسان فيها مشبع بالأحقاد العرقية ومحمل بالصراعات. فيما سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم لأنه رئيس بلد لا توجد فيه مياه للشرب، اليوم يتقدم بلده على اليابان في مستوى الدخل الفردي. في عصرنا الحالي الشعوب المتخلفة فقط هي التي ما زالت تنظر لباطن الأرض ما الذي ستخرجه كي تعيش، في الوقت الذي أصبح الإنسان بحد ذاته هو الاستثمار الناجح والأكثر ربحا. هل فكرت وأنت تشتري هاتف جالكسي أو آيفون كم يحتاج هذا الهاتف من الثروات الطبيعية؟ ستجده لا يكلف دولارا واحدا من الثروات الطبيعية، وإجرامات بسيطة من الحديد وقطع زجاج صغيرة وقليل من البلاستيك، ولكنك تشتريه بمئات الدولارات تتجاوز قيمته عشرات براميل النفط والغاز. والسبب أنه يحتوي على ثروة فكرية تقنية من إنتاج عقول بشرية. هل تعلم أن إنسانا واحدا مثل بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية الواحدة $226؟ هل تعلم أن أثرياء العالم لم يعودوا أصحاب ثروات طبيعية، وإنما أصحاب تطبيقات بسيطة على هاتفك؟ هل تعلم أن أرباح شركة مثل سامسونج في عام واحد $327 مليار؟ نحتاج ل100 سنة لنجمع مثل هذا المبلغ من الناتج المحلي. أيها الواهم بأن لديك ثروة ستجعلك في غنى دون الحاجة إلى عقلك، دع عنك أوهامك، فلا ثروة مع عقلية الثور. هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، وفي أقل من 50 عاما انتقمت من العالم بالعلم والتقنية، وبقي الأغبياء يسألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة أنت.